الله على الحجازية، ولا طعمتها ولونها. شايفين يا جماعة لونها جميل ازاي؟ بجد جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا حبايبي نعرف الطريقة مع بعض. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ماما هتعمل معاكم بقى النهاردة حبايبي الحجازية، حاجة حلوة وطعمها جميل جدا. المكونات بتاعتها بسيطة وسهلة قوي قوي على فكرة. بصوا حبايب قلبي، ماما هنا الاول جايبه هنا إيه كوبايه الا ربع كده من الميه، حطيتها زي ما انتم شايفين ميه دافيه. حطيت عليها باكت خميره. خلاص، وتحط عليها كده معلقه كبيره من السكر، وهتسيبي الخميره تتفاعل مع بعضها. خلاص يا جماعه، دي خطوه مهمه جدا لازم نعملها في الاول. طيب المكونات بقى عندي معايا كوبايتين اتنين من الدقيق السميد، ومعايا كوبايتين اتنين دقيق ابيض عادي، ومعايا كوباية سمنة. حابة تستخدمي كلها كوباية كلها سمنة استخدميها، حابة تستخدميها نصها سمنة ونصها زيت استخدميها براحتك خالص. ومعانا كمان نص كوباية سكر. خلاص انتوا شايفين كده، ماما بقى تحط المكونات كلها على بعض. حطت هنا اول حاجة الكوبايتين الدقيق السميد دولت على بعضهم، وهتحط دلوقتي برضو الدقيق الابيض زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا هنا نص كوباية سكر. النص كوباية سكر دي يا جماعة عيروها من نفس الكوبايات اللي انتوا بتحطوا بيها الدقيق السميد البسبوسة والدقيق العادي، يعني نص كوباية من الكوبايات دي. خلاص، وهتحط ماما كده ذرة ملح كده شوية صغيرين، وهتنزل بقى بالسمنة. زي ما انا قلت لكم، حابه تستخدموا الكوبايه كلها سمنه مفيش مشكله، حابه تستخدمي نص سمنه ونص زيت برضو مفيش مشكله، بس ماما استخدمتها كلها بالسمنه. بتبقى احلى بصراحه، احنا بنحبها بالسمنه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده بقى ماما تقعد تشرب الدقيق بالسمنه كده كويس جدا. لازم تبس الدقيق وتشربه كويس جدا بالسمنه. خلاص، مكوناتها يا جماعة سهلة وسريعة قوي على فكرة، وما بتاخدش حاجة، يعني المكونات كلها على بعض كده بتكون خلصت. بتبقى سهلة وطعمها حلو قوي. بتبقى جميلة جدا كمان في الفطار، ومبتبقاش سكرها عالي قوي ولا سكرها عادي، لا تبقى سكرها متوسط كده وحلو قوي، جميلة جدا. هنا بقى طبعا الخميرة بعد ما اتفعلت، شايفين ما شاء الله عليها كانت متفاعله كويس جدا. وما بقى هتنزل عليها على على الدقيق اللي بسته كويس جدا بالسمنه ده. خلاص، وتقعد بقى تقلب فيها كده، وتشرب الدقيق بالسمنه كويس جدا بالخميره والميه. زي ما انا قلت لكم في الاول، ماما كانت مستخدمه كوبايه الا ربع من الميه، وعلى فكره هي محتاجتش ميه تاني. هتشوفوا اساسا في كوبايه ميه جنب ماما دلوقتي. ماما هتقول لكم كمان شويه ان هي ما احتاجتهاش خالص. يعني كوبايه الا ربع ميه اللي دوبت فيها السكر والخميره كانت مكفيه جدا الطريقه، ما احتاجتش ميه تاني نهائيا. خلاص، ماما برضه هتعرفكم دلوقتي لو احتاجت ميه هتعملوا بس زي ما انتم شايفين كده، ماما بتعجن فيها كويس جدا، يعني بتقلبها كويس جدا كده. لازم تخلي المكونات تتجانس مع بعضها. خلاص، ونخليها بقى يا جماعة تختمر كويس جدا، تختمر يعني مدة ساعة. لمدة ساعة نسيبها تختمر. زي ما انتم شايفين كده، ماما بتختبرها، بتقول لكم كوروا كوره كده، ان لقيتوها ما بتشققش اضغطي عليها. ان لقيتيها ما بتشققش خلاص ما تحطلهاش ميه. انما لو لقيتيها بتشقق حاجات بسيطه منك، ممكن تزودي لها شويه ميه صغيرين كده، وتقلبيها تاني لحد ما العجينه تظبط معاكي. خلاص، ماما بتغطيها هنا معاكم، وتسيبها بقى تخمر ساعه. طبعا بقى على ما الحجازيه بتاعتنا الجميله دي تخمر، هنعمل بقى الحشوه بتاعتها. بصراحه حشوه جميله كده وتطعيمتها حلوه قوي. معانا هنا كوباية من السميد بتاع البسبوسة. خلاص، هنضيف عليه كوباية الا ربع من السكر. خلاص. طيب، وهنحط عليه كمان معلقتين اتنين من الكاكاو الخام، ومعلقتين كبار برضو كمان من القرفة. خلاص كده يا جماعة، يعني هنحط فوق السكر والدقيق السميد معلقتين اتنين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقتين اتنين كبار من القرفة. حابة بقى تشيل القرفة او تشيل الكاكاو، تكتفي مثلا بحاجة منهم، مفيش مشكلة. في ناس ما بتحبش القرفة، وفي ناس ما بتحبش الكاكاو. يعني حابة تستخدمي ده استخدميه، وحابة تستخدمي او حابة تستخدمي التاني استخدميه، المهم ان انت لازم تحطي حاجة منهم. تمام. ماما هنا معاها هنا فانيليا، ولكن طبعا المكونات دي مكفيه وموفيه الصراحه، يعني نكهه الكاكاو بالقرفه حلوه جدا. انما انت مثلا لو حابه تحطي نقطه كده من الفانيليا حطي، ولكن الصراحه القرفه لوحدها مع الكاكاو روعه جدا.
زي ما انتوا شايفين بقى كده حبايبي، ماما معاها هنا كوبايه ميه، وبترش كل شويه على المكونات اللي حاططها دي شويه ميه، شقشاق ميه بشقشاق ميه كده. يعني ايه شويه ميه بشويه ميه؟ احنا عايزين القوام بتاع سميد البسبوسه والسكر كده زي ما انتوا شايفينه في ايد ماما كده، يكون زي الرمله، زي الرمله بتاعه البحر كده، تكون ايه زي ايه المكونات كده منديه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، ما ينفعش تبقى عجينه قوي، لا لازم تبقى زي الرمله كده مفرفره كده من بعضها. دي الحشوه بتاعه الحجازيه. خلاص، انتوا شايفين هنا كانت الخميره هنا بقى، كانت قصدي العجينه هنا ماما سابتها تتخمر لمده ساعه. انتوا شايفين كده بقى ايه ماما هنا بقى ايه بتفكها كده من الخمر. هنقعد بقى دلوقتي بقى يا جماعه نطبقها دلوقتي بقى في الصواني، ولكن اهم حاجه بعد ما تخمر نقسمها لكورتين اتنين. لازم تقسميهم تقسمي العجينه دي لجزئين اتنين يكونوا قد بعض بالظبط. خلاص، لازم يا جماعه الحجازيه تكون الطبقات بتاعتها زي بعض. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده ماما لازم تقسم العجينه مظبوطه، يعني ما ينفعش تبقى عجينه كتيره والعجينه التانية بتبقى شويه صغيرين، لا لازم يبقوا الاتنين مقاس بعض بالظبط. خلاص، شوف بقى دلوقتي ماما تعملها ازاي. لازم تطمني زي ما ماما كده كانت بتأكد كويس جدا ان العجينتين قد بعض بالظبط. خلاص، طبعا علشان ما تبقاش ايه حته عاليه من تحت واللي فوق ايه ما فيهاش عجينه كتير. زي ما انتوا شايفين كده ماما جايبه مقاس يا جماعه الصينيه ده 30، دي صينيه مقاس 30. خلاص، دهناها الاول شويه سمنه، وبعد كده بقى ماما جابت اول عجينه بتفردها كده يا جماعه في الصينيه كده زي ما انتوا شايفين. لازم تفرديها كويس جدا في الصينيه. هي مقاس، خلي بالكم العجينه دي في مقاس 30 بتبقى مناسبه جدا. خلاص، ما تصغريش الصينيه اقل من كده. ماما هنا بتقول لكم بعد ما تفردوا العجينه لازم تعملوا العجينه حروف كده من الجنب عشان الحشوه ما تطلعش لبره. تمام. ماما هنا بقى ايه جبت المفرش السيليكون ده وبتفرد بقى عليه العجينه التانية. احنا كده فردنا اول عجينه في الصينيه. العجينه التانية بقى هنفرشها قصدي هنفردها كده على مفرش سيليكون او مثلا ورق زبده عندك المتاح عندك، يعني افردي عليه العجينه. اهم حاجه العجينه ما تفرديها تبقى نفس حجم الصينيه، نفس التدويره بتاعت حجم ايه الصينيه، علشان دي هتبقى الجزء التاني بتاع العجين اللي هيتحط فوق الحشوه. لازم تغطي الحشوه كويس جدا. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده ماما ايه فردتها كويس جدا كده. خلاص، هي كده حجم الصينيه بالظبط. طيب، هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ ماما جابت بقى هنا ايه الصينيه، وهتحط بقى الايه الحشوه بتاعتنا نفردها كويس جدا جوه الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. على فكره بقى يا جماعه الحشوه دي طعمها حلو قوي، طعم القرفه مع الكاكاو مع سميد البسبوسه والسكر بصراحه حلو قوي، طعمها جميل كده. وعجباني قوي الحجازيه لانها اساسا سكرها مش عالي قوي ولا سكرها هادي قوي، تحس ان سكرها وسط كده. حلوه جدا، يعني ممكن تفطري بيها او ممكن تاكليها في البيت، ممكن تاكليها بين الوجبات نقانق كده. حلوه قوي صراحه، جميله مش بتجزع كده وجميله. زي ما انتم شايفين هنا بقى كده ايه بعد ما ماما فردت طبعا الحشوه بتاعت الحجازيه، ماما بقى بتحط ايه الطبقه اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بقى ايه تفردوها كويس جدا في الصينيه. خلاص، مفيش مشكله لو في حته عجينه كده جت على الاطراف، مفيش مشكله، اقطعوها وحطوها في الحته ايه اللي محتاجه عجينه، مفيش مشكله خالص. وتفردوها بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده ماما بتفردها بايديها. لازم تسويها كويس جدا في الصينيه. اي حته عجينه زياده ماما بتشيلها كده بالسكينه وهتحطها ايه في الحتت اللي هي عايزه عجينه زي ما انتم شايفين كده. خلاص، وتفرد بقى ايه بايديها كويس جدا كده. العجينه لازم تتساوى كويس جدا وتغطي الحشوه كويس جدا. خلاص، اهم حاجه زي ما ماما بتوري لكم كده في الاول، لازم تعملوا اطراف للعجينه من تحت قبل ما تحطي الحشوه، علشان خاطر الحشوه ما تطلعش بره الصينيه. تمام. انتوا شايفين كده بقى ايه هتظبطها هي. انتوا شايفين كده بعد ما ظبطتها بتقطعها بقى. خلاص، بصوا بقى يا حبايب قلبي، في ناس بتحب تعمل ايه بالشوكة كده العجينة بتاعت الحجازية، يعني تمشي عليها بظهر الشوكة كده. حابة تعملي الخطوة دي اعمليها، ما انتش حابة براحتك. انا ماما عملتها بس مش عارفة المقطع ده راح فين الصراحة، انا كنت حاطاه مش عارفة اختفى. بس ما فيش مشكلة، بس هي ملوش اهمية قوي يعني لان هي بعد اساسا ما بتستوي من الفرن. اهو المقطع جه اهوت، هو اتقدم متأخر على فكرة، ما فيش مشكلة.
انتوا شايفين بقى كده حبايبي ماما بتعملها بالشوكه اهي معاكم. خلاص بقى قلت لكم من شويه الخطوه ديت ملهاش اهميه قوي، لان اساسا بعد ما الحجازيه اساسا بتستوي في الفرن، فالشكل ده يعني مش بيبقى ظاهر قوي خلاص. اللي مش حابه تعمله ما تعملوش، يعني ملوش اهميه قوي يعني، لكن احنا بنعمل ايه شكل لها وخلاص. بصوا بقى حلوين، انتوا بتدخلوا الحجازيه دي بدرجه حراره متوسطه كده، من تحت متوسطه مايله للهاديه، خلاص من تحت لحد ما تلاقوها ايه الجوانب بتاعتها كده احمرت والحروف بتاعتها احمرت. تبداي ايه بقى ايه تقفلي من تحت وتفتحي الشوايه من فوق لحد ما تاخد اللون الاحمر الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي مع ماما. خلاص انتوا شايفين كده ماما ايه بقى هنا بتكملها هنا تقطيع. بس زي ما قلت لكم بقى تدخلوها ايه درجه حراره متوسطه مايله للهاديه كده. شايفين بقى الجمال بتاعها بعد ما طلعت. اهم حاجة تسيبوها تبرد كويس جدا، ما ينفعش بعد ما تطلعها من الفرن تشيليها على طول، لازم تبرد جدا وبعد كده تشيليها. هنا بقى كانت بعد ما بردت ماما بتوريكم هنا الحجازية بقى بتطلعها معاكم. شايفين يا جماعة قد ايه جميلة ولونها جميل، انها متسوية صح على درجة حرارة متوسطة زي ما قلت لكم مايلة للهادية. ما تستعجليش عليها خلاص، بس تبرد كويس جدا وتطلعيها. شايفين بقى جميلة ازاي، تحفة جدا. اللي حابة تجربها جربها عن ثقة والله يا جماعة جميلة جدا. كده بقى حبايب قلبي الفيديو خلص. كنت حابة اقعد معاكم كتير عن كده، ان شاء الله هنستنى بعض الفيديوهات جاية كتير. متنسونيش بقى في الكومنت الجميل بتاعكم والاشتراك واللايك. مع السلامة.